أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت. طبعا اللي عايشين برا مصر بيبقوا زهقوا من الفول المعلب، بيبقى نفسنا نعمل الفول في البيت. هقول لكم على أفضل الأنواع اللي ممكن تشتروها يبقى فول نوعه حلو، كمان ازاي نحافظ عليه يفضل لونه حلو بعد السوا والمية بتاعته يبقى ليها سمك كده وتقيلة. أنا جبت 2 كيلو من الفول. أنا بحب أدمسه بكمية كبيرة لأنه طبعا بياخد وقت كتير قوي على النار، حوالي 6 ساعات ونص. فانا بعمل كمية كبيرة مرة واحدة واشيلها في الفريزر. انا بحب اجيب نوع اسمه فايز السوهاجي، ده من احسن الانواع اللي انا جربتها. الفول بتاعه بيبقى لونه فاتح. وعلى كمية ال2 كيلو هنحتاج كوباية من العدس الاصفر، غسلتها بس من غير ما تتنقع، وكمان هنحتاج كوباية من الفول المدشوش برضو مغسولة ومش منقوعة. لو هتعملوا طبعا نص كيلو هيبقى ربع كوباية من كل حاجة. الفول بتاعنا طبعا غسلناه ونقعناه 12 ساعة، وهنحتاج عصيرتين ليمون كبار ونص معلقة من البيكنج باودر. وبعد كده هنزود مية مغلية من الكاتل لغاية ما نغطي الفول تقريبا بضعف كمية المية، علشان ما نحتاجش نفتح عليه كتير وهو بيستوي. في الأول حطينا الفول على نار عالية وشلنا الريمة اللي بتطلع، وبعد كده هنهدي النار ونسيبه 6 ساعات. بعد 6 ساعات أنا فتحت على الفول وقلبته تقليبة حلوة كده، علشان العدس والفول المدشوش كانوا خلاص دابوا. أنا عايزاهم يدوبوا في المية كده ويتقلوا المية، وبعد كده نبتدي نختبر الفول بتاعنا. لو لقيناه استوى كده خلاص نطفي على الفول يبقى جاهز. لو لقيناه لسه ناشف شوية ممكن نزود لحد 7 ساعات. زي ما انتوا شايفين الفول لونه فاتح واستوى، والمية بتاعته كل ما بتقعد هتتقل، لان النشا بتاع الفول المدشوش والعدس بيتقلها من غير ما نحتاج نحط دقيق او نشا او اي حاجة تاني. خدنا طبق من الفول وهرسناه، ونجهز دقة حلوة بقى من زيت زيتون وطحينة وليمون، ومعانا كمان ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة، شوية صغيرين من الكزبرة الخضراء، وكمان فص توم واحد متقطع صغير. هنقلب كل المكونات بتاعتنا في علبة صغيرة كده أو حاجة. الكمية دي هتكفيكوا تقريبا 3 أو 4 مرات. أنا بخليها معايا لأسبوع كامل في التلاجة. عايزة أقولكوا إنها كل ما بتقعد في التلاجة الطعم بتاع كل المكونات بيختلط ببعض، بتبقى طعمها أحلى. وهناخد منها كمية كده نقلبها مع الفول، وده يبقى أحلى طبق فول هتاكلوه. طبعا انتوا ممكن تعملوا نص كيلو بس من الفول في القدرة او في حلة صغيرة، بس ده بيوفر لنا لما نعمل كمية كبيرة، بيوفر وقت التسوية ان احنا نسوي كمية كبيرة مرة واحدة ونشيلها في الفريزر. جربوا تعملوا الفول في البيت وقولولي رأيكم. ثانك يو.